قبل اي كلام وقبل ما ابدا معاكم اكلتنا النهارده اكله الجمدان، نصلي على الحبيب المصطفى في الكومنتات يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده انا هعمل معاكم اكله بجد تحفه جدا. ليه بدل ما بنجيبها من بره بالغالي احنا ممكن نعملها في البيت وباقل امكانيات، ويا سلام على الحلاوه والطعامه. على طول بنجيب الكبدة والكفتة من بره. طب وليه ما احنا ممكن نعملها في البيت وبجد هتبقى ولا اروع. جيبي بصلاية متوسطة وكمان فصين توم، وتكوني غسلة الكبدة. انا جايبة هنا الكبدة شرايح صغيرة جدا، او بمعنى اصح انت ممكن تروحي للراجل اللي هتجيبيه منه وتقولي له انا عايزة الكبدة تكون كبدة عصافيري، هيقطعها لك صغيرة خالص. وبعدين تطشي الطشة على البصلاية بعد ما تتشوح هي وفصين التوم، وقلبي قلبي قلبي بالشكل ده. انا شايفاكي لسه ما عملتيليش لايك وشير للفيديو، عشان ده يساعدني ان الفيديو يتشير لناس كتير تستفاد بالاكله اللذيذه الجامده دي. وتحطي عليها معلقه كزبره ومعلقه كمون، واوعي تنسي رشه الفلفل الاسود، والاهم في الموضوع رشة الكزبرة او معلقة كزبرة. بجد هتنقلها نقلة تانية خالص وهتديها طعم ومذاق بجد يجنن. من ناحية تانية انا هنا كنت جايبة اللحمة المفرومة، وعايزة اقول لكم ان كمان حاولي ان انت لما تجيبي المفروم تجيبيه يكون فيه نسبة دهون كده، وعملتها كفتة صغيرة خالص وبعدين تحطيها عليها زي ما هي كده كده. هتشرب من كل التوابل الجميلة اللي انت حطيتيها. انا عايزة اقول لكم ان الجزء وانا بحط الطماطم والفلفل للأسف كان التليفون فصل مني، بس هنا عايزه اقول لكم اني قطعت طماطم شرايح مع فلفل حار وحطيها عليها وشوحيها، وهتاكلي احلى اكله بجد. هتدعيلي عليها. طريقه سهله جدا واقل من 10 دقايق اصلا يا دوب، بس هتشم معاكي النار، بس بجد هتبقى تحفه جدا. هنا انا فرختها في الطاجن الجميل ده، وطبعا ولا اروع جنبيها بقى العيش الجميل ده، العيش المحمص زي ما موجود عندك، اللي موجود عندك حطيه. بس بجد الاكله دي هتبقى حلوه جدا بالعيش المحمص. وما ننساش بقى بطاطس محمره او شيبسي جنبها. انا كان متوفر عندي الشيبسي جنبها، وبجد كانت اكله جامده جدا عجبت ولادي. واتمنى النهارده الفيديو يكون عجبكم. متنسوش عمل لايك وشير، انا اكدت عليكم اهو طبعا عشان عارفه ان انتوا بتحبوني. على طول هتنزلوا تحت وهتعملوا لايك للفيديو. عايزه اقول لكم ان الاكله جميله جدا، وتسلم ايديا على كل حاجه انا بعملها. وما تنسوش في الكومنتات نصلي على النبي الغالي عليه افضل الصلاه والسلام. متشكره جدا ليكم ومتابعتكم. سلام، واسيبكم بقى مع الجمدان ده واكله اليوم النهارده. واتمنى النهارده الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف على قلوبكم يا جماعه. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.